السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم. حابين اليوم نقدم نصائح فيما يخص شهر رمضان والتغذية الخاصة بأغلب المرضى اللي هم يعانون من هشاشة العظام، وأيضا عن بعض المرضى اللي يعانون من أمراض السكر اللي تأثر على المفاصل. أولا يكون هناك تغيير في النظام الغذائي برمضان، لأن يتحول من 3 وجبات إلى وجبتين. احنا بما يخص الكسور يعني اعطاء الكالسيوم والفيتامين دي دائما نخليه على وجبتين، فما راح يصير ذاك الخلل بالاوقات مال اعطاء الادويه فقط يعني المفروض كل 12 ساعه راح يصير يعني اقل، يعني بين السحور والفطور اقل 12 ساعه والجزء الثاني يصير اكثر. بس احنا ننصحهم يعني لان اكو راح يقطع بعض العادات، مثلا اللي كان بالريوق يعني ياخذ حليب بيض، ننصحه انه ذن يبقى ياخذهن اذا يقدر بالسحور، لان اكو هواي ناس راح تقطعها هاي الفتره راح تاثر عليها، بالاضافه الى الادويه اللي نعطيها. عندنا الابر المقويه بالفيتامين دي اللي يشربها المفروض، لان هي لا ما تذوب الا بالسوائل اللي بيها دهون، يعني لازم تنخبط ويا الحليب، يفضل يعني ويا الحليب على مود يكون امتصاصها أكثر. وبعض المرضى اللي يعني ياخذون الأدوية وعندهم ويا آلام المفاصل السكر، أكو بعض الوجبات يعني ننصحهم بها اللي يكون يعني الهضم مالتها شوية يتأخر على مود لا ينزل مستوى السكر عنده أثناء النهار بالصيام، اللي هي يعني كانت في السابق يعني قبل رمضان ممنوع عليه، مثلا التمن الخبز، لأني ننصح يعني يقدر ياخذ بس كميات محدودة في وقت السحور، لأن هاي شوية العمر مالتها يعني يبقى ما يهبط سكره، بس هو يعني يكون مسيطر عليها، مو يعني ياخذ بزيادة يعني كمية زيادة تصعد السكر يعني إلى درجة تؤدي إلى أنه هو يتأذى. في الختام إن شاء الله رمضان كريم على الكل، وإن شاء الله الصحة والعافية للمرضى مالتنا، وشكرا جزيلا.